السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل عام وانتم بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض التسالي السريع ده، الترمس من التسالي السريع. مش هياخد معانا وقت خالص. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت لو اول مرة بتشوفيني لايك واشتراك في القناة، ودعميني بكومنت حلو منك. اول حاجه كده، انا نقعت الترمس بتاعي حوالي 3 ساعات. تمام، بننقعه في ميه بارده عادي جدا حوالي 3 ساعات، بعدين بنغير له الميه ونحط له ميه نظيفه زي ما انتم شفتوا، ونحطه على النار لحد ما اول ما يغلي. يعني ياخد له غلوتين كده، بقوم موطيه عليه بقى واسيبه مع نفسه كده يستوي. بياخد له حوالي من ساعتين ونص ل3 ساعات على النار. تمام. لحد دلوقتي بقى كده استوى معايا اهو. هاخده بقى هصفيه من الميه دي، وكده كان استوى وبرد خالص تماما. هاخده بقى اصفيه كده واحطه في علبه بقى بلاستيك حافظه كده، عشان نشيله بقى في التلاجة. الجو حر طبعا، فلازم نشيله في التلاجة. وهضيف له بقى ميه بارده عادي جدا. خلاص هو كده استوى معايا، وهضيف له الملح بتاعه. وطبعا طريقه حفظه احنا ممكن تحفظيه في التلاجة عادي جدا، في حافظة زي كده علبة بلاستيك، علشان خاطر الجو حر وكده. وكمان هضيف له دلوقتي الملح بتاعه. هضيف حوالي 3 معالق كبار كده من الملح، ده نص كيلو من الترمس. تمام. يعني لو وطبعا بتدوقيه بعد ما بيستوي وكده، بعديها بشويه ما يتشرب الملح. لو حسيتي ان هو عايز تاني ممكن تضيفي تاني. وكل يوم لازم تغيري عليه المية، يعني كل يوم تاخديه وتصفيه وتحطي له مية نظيفة جديدة. ولو احتاج ملح ممكن تضيفي معلقة صغيرة بمعلقة صغيرة. وبس كده الترمس بقى جاهز معاكي. يعني حاجة كده ما شاء الله سريعة وما اخدتش وقت خالص. من اسرع التسالي اللي ممكن تجربيه، والحاجات بقى اللي دايما نعملها في الاعياد كده. كل عام وانتم بخير، وكل عام والامة الاسلامية جميعا بخير يا رب. بس بقى كده الترمس اهو بعد ما قعد في الميه بملح كده شويه، وتشرب الملح بقى اللي انا حطيته له كده. جيت بقى دلوقتي انا هغرف منه بقى كده في طبق وهنقدمه مع بعض. طبعا هنحط عليه بقى الحاجات اللي يعني اللي هي الليمون وكده. هنحط عليه ليمون لو بتحبوا الليمون عليه. وكمان لو بتحبوا الشطة هنحط له رشة من الشطة. عصرنا بقى عليه الليمون كده، وكمان هنحط ليمون لو حد حابب يزود. وكمان هرش عليه بقى رشة من الشطة كده، تخليه حلو قوي برضو ومشطشط كده شوية. ده اذا حابين، يعني لو مش حابينها خلاص. بس كده ده الترمس بتاعي ما اخدش وقت خالص. وكمان بعد ما اخدت منه حطيته في التلاجة على طول، عشان زي ما قلت لكم الجو حر. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة. ما تنسوش تحطوا لي اللايك.